مو كل يلي بتعطيه بيقدرك، بعضن بيتعود على عطائك ووجودك قدامن بحياتن وبس، ورح تضيعي سنين من عمرك وانتي عم تسعي ترضي ناس وتساعدي وتحتوي وتعذري أخطاء ما كانت بسيطة، وتغفري وترجعي تعيدي نفس الغلط مرة ورا مرة لحد ما تكتشفي إنك نسيتي تعطي حالك وتعطي لحياتك وتعطي لنفسك. وهون بتوقفي وبتطلعي لورا وبتفهمي الحقيقة يلي هي موجعة، إنه عن جد إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرده. مو كل عطاء كرم، أحيانا بيكون استنزاف. إذا عم تعطي ناس عم تتمرد عليكي فخلي عطائك محدود بنظام وبوعي، مو كرمالهم، كرمالك انتي ما تكسري نفسك وتكسري قلبك، لأنه في ناس ما بتفهم إنه عطائك كرم أخلاق منك، وفي ناس بتتعود على وجود عطائك وبس، لأنه مو كل يلي بتعطيه بقدرك، بعضهم بس بيتعود. بتتعبي وبتعطي وبتحتوي وبتسكري عيونك عن أخطاء وبتقولي يمكن بكرة يفهموني، بس بالحقيقة في ناس ما بتشوف عطائك له قيمة، بتشوفه شي مضمون موجود دائما كل مرة بتتنازلي. مو لأنك ضعيفة، بل لأنه أنت قلبك أبيض وإنسانة معطية متعودة تعطي وتقدم للناس. بس لما تعطي بلا حدود وتسكتي بلا وعي فالعطاء بيتحول من فضل لواجب، وساعتها إذا وقفتي لحظة بحسوكي مقصرة، مو أنت إنسانة تعبانة، لا. فتعلمي تعطي، بس تعلمي توقفي قبل ما تصير آخر اهتماماتك نفسك، لأنه مو كل يلي بتعطيه بقدرك، بعضهم بيتعود على وجودك ووجود عطائك وبس. مو كل جبر من الله بيجي بشكل انتقام، ولا كل حق بيرجع بفضيحة أو وجع متبادل. أحيانا الجبر بيجي على شكل وعي، اللي خذلك كان رسالة لإلك، واللي كسرك كان نقطة تحول من الله، لأنه الله لما يشوف قلب انظلم وسكت ما بكافئ الصبر بوجع جديد، بكافئه بتغيير كامل بالحياة. بيبعد أشخاص كانوا سبب استنزاف لإلك، وبيزرع ناس ما بدهم منك شي غير إنك تكوني بخير، لأنه الجبر الحقيقي مو إنهم يحسوا بنفس الوجع، الجبر إنك تشوفي حياتك عم تتحسن وتتطور وإنتي ما طلبتي ولا انتقمتي ولا حتى دافعتي عن نفسك. ترجع النعم خطوة بخطوة، يرجع السلام لقلبك وترجع الثقة بنفسك، بس هالمرة بحكمة بوعي. بتصيري ما بتعطي بسهولة، ولا بتسامحي على حساب كرامتك، ولا بتسكتي على حساب روحك. وهون بالضبط بتفهمي إنه يلي راح كان لازم يروح، وإنه التأخير كان ترتيب مو نسيان. فبتعلمنا قصة سيدنا يوسف إنه الله قادر يعيد بناء حياتك قدام عيون الناس اللي حاولوا يؤذوكي، لأنه الجبر الحقيقي مو إنك تنتقمي منهم ولا إنك تشوفيهم مكسورين مثل ما كسروكي. الجبر الحقيقي إنه النعم ترجع لحياتك فجأة وإنتي ساكتة وهن عم بيتفرجوا عليكي، إنك ترجعي أقوى أوضح وأصدق مع حالك، إنه الله يعوضك مو بس عن الوجع بل عن كل شي خسرتيه بحياتك وإنتي نيتك كانت طيبة، وتكتشفي بالنهاية إنه يلي أذاكي ما كان سبب سقوطك، كان سبب نهوضك، وإنه الله ما بنسى دمعة ولا بيتجاهل صبر، بس كان عم بيرتب لك الجبر بالوقت الصح وبالشكل يلي بيليق فيكي وبحياتك. لأنه أقصى اللحظات هي يلي بتخلق أقوى نسخة من أنفسنا، مو لأنه نحن حبينا الوجع، لا، بس لأنه ما كان في خيار غير إني نوقف ونكمل، لأنه يمكن في لحظات كسرتنا من جوا وخلتنا نشك بكل شي بأنفسنا وبالناس وبالدنيا وبالحياة كلها، بس بهديك اللحظات تحديدا تعلمنا كيف نسمع حالنا، كيف نميز مين معنا ومين ضدنا، وخلتنا نعرف لليوم مين بيحبنا ومين بيكرهنا، ونعرف كيف نميز بين الصح والغلط، وكيف نوقف ونبدأ من أول وجديد بدون ما نطلب السند من حدا. علمتنا هاللحظات كيف نكون السند لأنفسنا، ولأن القوة مو إنك ما تتألمي وتتوجعي، القوة إنك رغم وجعك وألمك بظروفك القاسية إنك تكملي، إنك حتى لو بكيتي وسكتي رح توقفي وتنهضي من جديد بدون ضجيج، لأنه أقصى اللحظات ما إجت لتدمرنا، إجت لتعرفنا على حالنا الجديدة وتعلمنا درس وتعطينا النسخة الأقوى من قبل وأوعى وأصدق مع أنفسنا. يمكن اليوم ما تكوني فخورة بنفسك وبالطريق يلي مشيتي فيه وبالظروف يلي مريتي فيها، بس صدقيني رح تكوني فخورة بنفسك بإنجازاتك كأم وكأخت وكزوجة كبنت عم تبني مستقبلها، لأنه هاد يلي عم بتقدميه هو يلي
هلأ بأقصى قوتك، لأنه هذا اللي بطلع معك واللي عم يطلع بإيدك تعمليه وتقدميه لنفسك ولغيرك، ورح تقدري تعملي الأفضل والأقوى منه بحياتك دائما، حتى لو لسه الوجع من الماضي مأثر عليكي. بس الفرق إنك صرتي إنسانة تعرفي إنك إنسانة أقوى من أي شيء مرق عليكي ورح يمرق. تتذكري إنك أنثى أقوى من أي شيء.